ومن كرسي النار الشهادة. الشهادة أيضا من كرسي النار. ما أكثر ما نظن أن هذه الشهادة ماجستير دكتوراه إنها هي الكون كله، وهي والله العظيم أنا حصلتها وحصلتها في وقت مبكر، وأقسم لكم بالله أنها لا تعني لي شيئا أبدا الآن والله لا تعني لي الدكتوراه شيء، ولا تعنيني أني صرت بروفيسور. ترقيت في الوقت المحدد، لم يضع يوم واحد من خبرتي العلمية، ترقيت وأخذت بروفيسور، والله لا تعني لي شيء. وأسوأ لقب يقال لي لما يقال لي الدكتور، ما أحلى لا تقول عبد الله يا أبو غادة، ما أحلاها. الشهادة ليست هي التي تصنع أحد، ما صنعت الجاحظ ولا سقراط. ما صنعت المتنبي ولا شكسبير، ما في كل الأسماء، ولا بيل جيتس أصلا راسب بالجامعة، ما قبلته الجامعة ولا درس جامعة، وخامل وراسب في مفهوم الدراسة ومفهوم الشهادات. أخطر شيء على الإنسان المنصب، بما أنه أيضا الشهادة، ويظن بالشهادة أنه يصبح صاحب حق لأنه على هذه الشهادة، ليس لأنه أنجز. ولا أعرف والله العظيم في إنجازي، أنا عندي أبحاث تنتمي لشغل الدكتوراه والترقيات، وعندي أبحاث لا تنتمي لا للدكتوراه ولا للترقيات. أستحي أقدم لكم الأبحاث التي كانت تقودني للدكتوراه وللترقيات، أستحي والله، ولو أعطيتها لكم ما حتقرؤونها، والله ما حتقرؤون. مش الكلام ده، ما إيش هو، ما هو شيء، اتركوا هذا ليس لله. الإمام الغزالي قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، إلا لله، ما هو راضي العلم يصير إلا لله، ما حيصير العلم إلا لله. العلم لذاته، ليس ورقة شهادة وليست ورقة منصب. أيضا طلب المال، نعم، ما أقول الإنسان والله يعيش غلبان ما عنده شيء، إذا جاءك الخير جاءك الخير، لكن أن تجعل هالمال ذا هو الهدف عن كل شيء، هذه المشكلة.